بعجينة واحدة هنعمل منها الفطاير الجامدة دي. شايفين شكلها ولونها ازاي؟ رائع وتحفة. وكمان هنعمل البيتزا الخطيرة دي. بجد يا جماعة عجينة كانت هشة جدا، وكمان الطعم كان في غاية الروعة. وهنا بقى عايزة اوريكم المخلل اللي احنا عملناه مع بعض. شايفين اللون ولا قوامه ولا طعمه؟ كان في غاية الروعة. بجد اللي ما عملش المخلل بالطريقة اللي انا قلت عليها فايته كتير. ارجعوا للفيديو القديم وانتوا شوفوا الطريقة. يلا بقى ندخل على المكونات العجينة اللي معانا عبارة عن ايه. معايا هنا كيلو من الدقيق، هنزل عليه بباكو من الخميرة الفورية وباكو كبير. بعد كده هننزل بمعلقة صغيرة من الملح او رشة ملح يعني، ومعلقة ونص كبيرة من السكر. بعد كده معايا كوبايتين مية دافين، هننزل بيهم على العجينة بتاعتنا وهنشوف لو كنا هنحتاج تاني ولا لا. بس الاول بنزل بالكوباية ونص الاول، وبعد كده ابدأ اعجن. وطبعا احنا قلنا الكلام ده في كل مرة بنعجن فيها او بنعمل عجينة، ما بننزلش بالمية على طول او بكل كمية المية. لازم ننزل واحدة بواحدة علشان خاطر اوصل للقوام المظبوط. طبعا انا هنا زي ما قلت لكم نزلت بكوباية ونص وعجنت، وحسيت لا لسه محتاجين النص كمان، فنزلت بباقي الكوباية وهبدأ أعجن تاني. وبعد العجن برضو هرجع أزود ربع كمان علشان حسيت ان هي لسه محتاجة مية. يبقى كده كيلو دي أخد معايا كوبايتين وربع من المية. بعد ما عجنا العجينة بالشكل ده ولميناها كويس في الطبق، هننزل بمعلقتين كبار من الزيت، وهرجع اعجن تاني لغاية ما الزيت ما يختفي تماما في العجينة. وبعد كده هبدأ اخد العجينة دي على الرخامة علشان اعرف اعجنها كويس واخدمها كويس. الاول هنزل برشة من الدقيق بالشكل ده، وبعد كده هننزل بالعجينة على الدقيق. ويلا بقى نعجن كويس علشان خاطر ناخد افضل نتيجة للعجينة. وهتشوفوا دلوقتي شكل العجينة هيبقى شكلها عامل ازاي بعد ما خدمتها كويس بالعجن. شايفين منظرها بقى لما باجي اشدها كده بتتمط معايا من غير ما تتقطع، وملزقه بحاجه يعني بسيطه، بس في نفس الوقت ايدي بتطلع من العجينه وبتكون نظيفه. وده شكل العجينه بتاعتنا. يلا بقى نحطها في الطبق، بس الاول هنرش شويه دقيق في الطبق علشان ما تلزقش. وبرده كان المفروض ارش شويه من فوق علشان الكيس ما يلزقش فين في العجينه. وهنغطيها بقى ونسيبها لمدة ساعة علشان تخمر. يلا بقى نشوف المكونات بتاعة الحشو. معايا مشروم وفلفل الوان وبصل وطماطم. تعالوا بقى اوريلكم ازاي بننضف المشروم. ممنوع تماما يتحط فيه ميه علشان خاطر المشروم هيمتص الميه ويسود. فبننضفه ازاي؟ بنجيب منديل مطبخ ونمسحه بالشكل ده. ممكن في طريقة تانية انك انت بتجيبي السكينة وبطرفها كده او من فوق كده بتشدي طبقة خفيفة بتطلع معاكي زي القشرة بالطريقة دي، وبكده يبقى نضفنا المشروم اللي معانا. وطبعا بعد ما قشرنا المشروم بنقطعه في طاسة. بعد كده هننزل فيها بزيت، وبعد كده اول ما الزيت ما يسخن هننزل بالبصل. وبعد ما اشوح البصل كويس في الزيت، هنا كانت في قشرة من البصل وقعت في الطاسة فشلتها. بعد ما البصل دبل بالشكل ده هننزل بالمشروم. ويلا بقى نشوح المشروم مع البصل. بعد كده هننزل بالفلفل الاخضر. بصوا بقى، حابة اقول لكم حاجة كده عن المخلل علشان ازاي تعرفوا تحفظوا المخلل كويس في البرطمان من غير ما يسود او يعمل اي فطريات او اي حاجة. إيه، المخلل لما بنيجي نطلعه من البرطمان بنطلعه بمعلقة نظيفة، وبعد ما بنطلع في طبق، اللي بيفضل مننا في الطبق منرجعش بيه تاني على البرطمان اللي فيه المخلل النظيف. بنحفظه في برطمان لوحده او في علبة لوحده. لكن لو رجعنا بعد ما اكلناه ورجعنا بيه تاني على البرطمان اللي فيه المخلل النظيف، كده هيبوظ مننا وهيطلع فطريات، ولونه برضو طبعا هيتغير. فدي الطريقة اللي تخليكي ازاي تحافظي على المخلل عندك. شفتوا هنا بقى انا نزلت بفلفل الالوان. البهارات عبارة عن ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وكزبرة
والسبع بهارات، ونزلت بمعلقة كبيرة من هريسة الشطة. وبكده تبقى الحشوة معانا مظبوطة وجاهزة. بس انا حبيت هنا ادي لها لون احمرار شوية، فهنزل بمعلقة كبيرة من الصلصة مع رشة سكر، وتقلبتين على النار، طبعا على نار هادية. وبكده تبقى الحشوة معانا جاهزة. هنسيبها بقى لغاية ما تبرد. يلا بقى نشوف العجينة بعد ما مر عليها ساعة، شايفين ازاي خمرت وحجمها تضاعف ازاي. طبعا هنا الكيس لزق علشان خاطر ما كنتش رشة شوية دقيق، فيعني انتوا لو هتحطوا كيس حطوا شوية دقيق من فوق. بنضغط على العجينة كده علشان نفضي الهواء. بعد كده على الرخامة هننزل بشوية دقيق، وابدأ اخد قطعة قطعة من العجينة، وابدأ افردها. طبعا القطعة على حسب شكل الرغيف او حجم الرغيف اللي انتي هتعمليه. لو رغيف عايزاه كبير هتاخدي قطعة كبيرة، لو الرغيف صغير هتاخدي قطعة صغيرة. وعلى قد ما اقدر هفردها على شكل دايرة. ولازم يكون حجم الرغيف يبقى رفيع ميبقاش تخين. وبعد كده بالشوكة هبدأ اخرم الفطيرة بالشكل ده، وبعد كده ابدأ احشي. بننزل بالحشو في نص الفطيرة او في نص الرغيف بالشكل ده. وبعد كده نبدأ نقفل الدايرة بتاعتنا بالطريقة دي، وباخد الطرفين على بعض وافضل ألمهم على بعض بالشكل ده. وده يبقى كده اول فطيرة جاهزة معانا، او تاني فطيرة، انا عملت واحدة قبل كده. وبعد كده في صينية مدهونة بالزيت هنحط الفطير معانا في الصينية. تعالوا نعمل واحدة كمان، وهوريكم شكل تاني لتقفيل الفطيرة علشان لو مش هتعرفوا تقفلوها بالطريقة الأولى. هنا بقى زودت زيتون، وعايزة اقول لكم ان الزيتون في الحشو بيدي طعم حلو. وبعد كده نزلنا بالجبنة الموتزاريلا، ويلا بقى نقفل مع بعض. بصوا جبت النص التاني على الحشو كده وقفلت. وهنجيب شوكة ونضغط على الأطراف بالشوكة بالشكل ده. ومتهيالي الطريقة دي أسهل من الطريقة التانية. وبكده يبقى نقفلنا الفطير اللي معانا. بصوا بقى، انا اصلا كانت في نيتي ان العجين كله هعمله فطائر بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، او الحواوشي الاسكندراني على حسب ما تسموه. لكن ولادي جم طلبوا ان احنا عايزين بيتزا يا ماما، فانا قلت ليه لا، العجينه تمشي بيتزا وتمشي فطائر. فانا جبت اخر عجينه معايا او الفاضلين كانوا معايا وفردتهم دايره كبيره، وجبنا صينيه مدهونه بالزيت. وبعد كده فردنا البيتزا اللي معانا. وبكده تبقى معانا البيتزا. طبعا انا ما كانش عندي صلصة بتاعه البيتزا، فالجيش برضو قال لك اتصرف. فهنزل بكاتشب، يعني انا هدهن البيتزا اللي معانا دي بالكاتشب، ونبدأ ندهن العجينة كويس. طبعا الصلصة بتاعه البيتزا بتتعمل ازاي؟ بنحط صلصة على كاتشب مع توم باودر مع بصل باودر مع شوية زعتر، نقلبهم مع بعض. وبكده يبقى عندك احلى صلصة للبيتزا. طبعا انا حبيت اوفر على نفسي، فروحت نزلت بالكاتشب، وبرضو طلع طعم البيتزا حكاية. نزلنا بعد كده بالحشو على العجينة اللي معانا اللي خليناها بيتزا. وبعد كده هننزل بشوية زيتون. وبعد كده هننزل بالجبنة الموتزاريلا. طبعا الجبنة الموتزاريلا دي صيامي، ودي نوعها اسمها موتزاريلا كوين. بجد طعمها حكاية يعني. بصوا، يعني بما ان هي نباتي بس طعمها حلو جدا. وحبيت ازين او ادي شكل كده للعجينة من فوق، فنزلنا بقطع من الفلفل الاخضر. وطبعا في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن درجة حرارة عالية. هنا بقى الفطاير اللي معايا حبيت ادي للوش كده لون، فجبت معلقة نسكافيه مع معلقة كريمر، دوبتهم في شوية مية ودهنا بيهم الفطير بالشكل ده. ونزلنا بحبة البركة من فوق. ويلا بقى ندخل بالحاجات الحلوة دي في الفرن، او ندخلها في الفرن يعني. وبعد تلت ساعة هتاخدي بيتزا تحفة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وشايفين العجينة ازاي طرية في ايديا. ودي كانت الفطاير برضو بعد ما استوت. يلا بقى نزين البيتزا بالكاتشب من فوق.
وتعالوا بقى نقطع مع بعض ونشوف شكل البيتزا من جوه عامله ازاي، والفطير اللي معانا ده من جوه عامل ازاي. شوفوا بقى شكل قطعة البيتزا ازاي طرية انا وبشيلها من على الصينية. شايفين من تحت لونها حكاية. تعالوا بقى شوف العجينة او نشوف العجينة من جوه ازاي لونها وشكلها بجد تحفة. ويلا برضو نشوف الفطيرة من جوه عاملة ازاي. شايفين الجبنة الموتزاريلا ازاي بتشد يعني بجد العجينة كانت حكاية وطرية جدا. وفي نفس الوقت الحشو اللي من جوه ده كان تحفة. ده انتوا لو عملتوا الحشو ده وحطيتوه على شوية مكرونة سباكيتي كده او مكرونة بشاميل هتبقى بجد تحفة. انا عايزة اوريلكم بس ازاي من جوه. شايفين الفطيرة من جوه حكاية. وشايفين ازاي طرية. بجد العجينة لما بنخدمها صح بتطلع نتيجة حلوة. وده كان فيديو النهاردة. ودي كانت وصفة النهاردة. لو عجبتكم ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفولو لصفحة الفيسبوك. وياريت ما تحرمونيش من كومنتاتكم الجميلة. باي باي.